اهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد الطورطات هادو كيجيو خطيرين بمقادير اللي هي جد بسيطه. بلا ما نطول عليكم ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير، هنايا درت 125 غرام ديال الزبده اللذه، وزدت عليها 3 المعالق ديال الزيت، 3 المعالق ديال الماء، 3 المعالق ديال السنيده. في الاول خلطت 3 المعالق ديال السنيده مع الزبده مزيان، وعاد باش ما يعني زدت عليهم داك الزيت والماء. من بعد زدت عليهم قشور الحامض، من بعد زدت قبيصه ديال الملح، وزدت عليها ساشي ديال الفاني ولا معلقه كبيره ديال الفاني. هنا كما كتشوفوا في المرحله هذه درت 16 معلقه كبيره ديال الفور، مما يعادل 350 غرام. المهم بالنسبه اللي عندها الميزان في الدار تحسب 350 غرام، اللي ما عندهاش تحسب 16 معلقه. المهم 16 معلقه تكون ما مسوحاش وما عامراش بزاف. كما كتشوفوا هنايا راه جمعت العجين وخليتها. لا، المهم من بعد درت هاد الليمون الصغار كداجه دهنتهم بالزيت، وخديت شويه شويه من العجينه وحاولت انني نشكلها على ندورها على المول كامل. كما كتشوفوا راه العجينه خصكم ديروها تكون شي شويه حيت انا غلطت شي شويه العجين فما جاتش هذيك. المهم بالنسبه لكم نتوما حاولوا ترقوا شي شويه العجين. من بعد ما كملتهم تقبتهم كاملين ودرتهم في الثلاجه لمده 15 دقيقه. المهم بالنسبه للكريمه هنايا هذاك المهم انا سميتو السيرو. المهم بالنسبه لهاد السيرو هذا درت فيه نص كاس ديال السنيده وخليته حتى داب مزيان. كيف ما كتشوفوا راه غادي يبدا يذوب بشويه بشويه. هنا من بعد ما بدا كيذوب لي هذاك السكر مزيان، بدا كيذوب السكر مزيان، زدت عليه نص كاس ديال الماء، زائد معلقه يعني كيفاش نشرح لكم، يعني معلقه ممسوحه ديال مايزينا. هنايا في المرحله هذه كما كتشوفوا راه كيبدا السكر انه كيبدا يتحجر، كيبدا هكا وكيكونوا شويه قاصحين. المهم نتوما غادي تخليهم حتى يذوبوا على خاطرهم وغادي تزيدوا عليهم داك الخليط اللي قلت لكم. بالنسبه للكريمه درت فيها 2 كيسان ديال الحليب و2 معالق ممسوحين ديال المايزينا اولا نشا الذره. هنايا الا درتو يعني معلقات عامرين راه كيما غادي تشوفوا غادي يخرج لكم هاد الكريمه هذه غادي تخرج عاقده بزاف، ما غاديش تجي بحال هكذا. هذا هو القياس ديالها، ما تفوتوش لا كما قلت لكم، وراه غادي يطلع لكم ان شاء الله زوين. كما كتشوفوا هنا من بعد ما طابوا دوك الطرطاش مزيان في الفران خرجتهم كداش يعني خرجتهم من الثلاجه ودرتهم في الفران طابوا. وعاد باش ما جبتهم لهنا باش نبدا نسوق فيهم درت لهم الكريم. هنا كما كتشوفوا هذا هو داك السيرو اللي صبت معكم في الاول كاع. هنا تقدروا الا بغيتو تزيدوا عليه يا اما يعني هذاك السيرو اللي درتوه تزيدوا عليه يا اما شوكولاط بيض ولا شوكولاط كحل. انا هنا زدت عليهم شوكولاط، هذاك السيرو زدت عليه شوكولاط كحل. المهم انا كيعجبني كيطيح المذاق اللي هو زوين وكيعطي يعني واحد اللوغ اللي هو واعر في الطورطه. المهم هنايا بالنسبه لهاد المرحله هادي انا جاتني شويه صعيبه حيت ما فاش كنزوق بحال هكا. المهم درت خطوطه كما كتشوفوا زوقت غير بهاد المعلقه هادي. المهم نتوما اللي كتعجبكم شي حاجه اخرى يعني كتزوقوا بها. المهم كيبقى هاد التزويق هذا وهاد الشيء والديزاين هذا على حسابكم. انا راكم عارفه اني ما عنديش مع الديزاين، ديما كنقولها لكم. ما هذا الشكل هذا بعدا شي شويه. كان هذا هو الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر وبسلامه.